بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهنا وسعادة يا رب. هتعمل لنا ايه النهارده يا ام محمد؟ طبعا هو المنظر كافي عن الكلام. هتعملي ايه؟ هقول لك. شوفوا قاعد بينفخ من ساعتها في قلب الحوض، معرفش باين في حد مش عاجبه. طبعا النهارده هننضفوا القراميط دي هننضفوها. وتاني احنا ماسكين. بص طبعا ايه، في بعض من اولادي ما بيحبوش القراميط. ابني ما بيحبش القراميط، فهعمل له ايه؟ سمك مشوي جنب منه. يبقى هنشوي السمك على البوتاجاز قدام منكم دلوقتي، وفي نفس الوقت هننضفوا القراميط ونعملوه كله في فيديو واحد ان شاء الله. يلا نتكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هتعملي ايه بقى؟ بصي بقى كده. بصي اولا لما تيجي تشتري القرموط، اشتري القرموط اللي هو ايه بطنه بتبقى ايه بيضه كده، بيضه او صفر. القرموط اللي بطنه بيضه او صفر بتبقى قرموط انجيف. ما تشتريش القراميط اللي قلبها من ايه، اللي قلبها سمراء. اول حاجه هتعمليها هتقصي شنباته. بسم الله. هو ما عندوش دقن، هو عنده شنب بس. انفخ. بصوا بعد ما شلنا الشنبات نيجوا على الزعنفتين اللي هم في بطنه دول، نشيليهم رخرين. تيجي على الزعنفايه اللي هي الايه ظهره دي، اللي هي ايه الزعنفه الكبيره دي اهي. حطيتش اللايك ولا لا؟ حط شير اللايك لام محمد وشجعي. لو عايزين اقول لكم ازاي تذبحي القرموط قولي، وانا يعني قولوا لي وانا اعمله لكم. يعني هعملها لكم بطريقه سهله قوي. تذبحي القرموط في قلب الكيس، في كيس. اعلمكم ازاي تذبحوه في قلب، هو في قلب الكيس، عشان ما طبعا انت بتمسكوه فبيبقى صعب اساسا مسكنهم او هم حيين. ودي له رخر ايه نعمله كده، بينفخ مش عاجبه حاجه. قرموط جاي قرفان مننا، ما اعرفش ليه طول ما قعد ينفخ. بصي بقى تيجوا بقى لحد هنا، هتحطي بصي صبعك هنا وهنا. دخلنا بصي صوابعنا هنا اهو، سلكنا بمعنى اصح. بصي تيجوا من هنا كده، بصي اهي، قصينا الحته دي ونيجي من يمه البطن كده. تقصي بالراحه ايه، عشان ممكن لو في مطرخ ولا حاجه يتجرح. كسري كده. على فكره والله بتبقى اكله حلوه وجميله. تشيلي ايه الفوشتين اللي هنا، او ممكن تشيلي دي كلها. يعني لو عايزه تشيلي ايه، بصي الراس دي كلها ايه تتشال من هنا. بصي تيجي من هنا كده في هنا ايه تشيلي كده تقطعي كده ماسكه. بصي تشيلي بقى دي كلها كده. طبعا تشوفوا سهله قوي. وفي ناس كمان بتخلي الراجل هو اللي ينضف لهم. نضفنا الايه القرموط. طبعا بقى بصي هتمسكي ايه تقطعيه زي ما انت عايزه تقطعيه، ايه القطعيه اللي انت عايزه. هنضف واقطع واغسل السمك واقول لك نعمله ايه. والنبي يا حبيبتي في اللايك والاشتراك. بصي يا حبايبي، غسلنا القراميط وغسلنا الصاج وعملنا البصل وغسلنا اسمه ايه السمك بقى، وحضرنا الرز. حلو الكلام. يلا بينا بقى ايه نعمله اكلات. حلو الكلام. بصوا بقى احنا طبعا ايه شطفنا ايه القراميط شطفه حلوه، يعني مش غسيل طبعا، هي شطفه حلوه من ايه من مطرح تنضفهم كده. نجيبوا بقى حبه ملح كده ايه حلوين، يعني كتري ملح على قد ايه، يعني قولي 3 معالق كبار كده اهو. انت ماسكه. بصي ليه بقى هنحط الملح دوت؟ هقول الملح دوت علشان هيشيل لنا الطبقه اللي بتبقى فيهم. حلو. هنحطوه كده اهو، نفركه بمعنى اصح ايه. بصوا اهو نحطوها كده اهو، يعني تخليها زي ايه تفركي بيها ايه الملح خالص كلها. نخلصوا البصله لما نحمروها تكون هي ايه تتغسل بقى غسله حلوه، يعني 3 4 مرات كده تحطي فيها كده. في ناس بتحط لها خل، الخل حلو برده مش وحش، بس انا بفضل ان انا بحط لها ملح، خصوصا ان انا بسيبها في الملح ده بتاعي يجي تلت ساعه او ربع ساعه. فالخل هيخليها ايه هيخلي لحمتها تطرى من جوه. لكن انا بحب احط الملح منك بتحدقي لحمتها، بتبقى يعني حادقه شويه، يعني بتبقى لما تحطيها في الشوربه تبقى طعمها يعني محدقه حلوه كده. وفي نفس الوقت بننضفوا الجلد ايه الجلد بتاعها وكل حاجه فيه. هغسل ايدي ونكملوا اللي ورانا. بصوا يا حبايبي اهو البصله هنا تتحط كده، ونحط لها ايه كام معلقه زيت كده، يعني ايه
اللي هو العيار بتاع الرز بتاعك. الزيت بتاعه هيبقى عياره عيار ايه الرز، يعني قولي 3 معالق كبار كده. بصوا بقى طبعا هو كده هيعيش حياته مع نفسوياته. سيبي بقى كده تتحمر كده مع نفسها. حلو. وتعالوا بينا بقى ايه لشوي السمك. هتعملي ايه بقى يا ام محمد؟ بصوا الاول ايه هنجيبه هنا كده. حلو. هتفضي على البوتاجاز عشان خدي بالك لما بتيجي تشوي السمك البوتاجاز طبعا بيتحرق من هنا. فهنعمله بصي نحط حبه ميه حلوين كده عشان عبال بصي عشان ايه معنى اصح ما تحرقناش الايه الحاجه بتاعتنا. حبه ايه ميه حلوين كده. حلو. وتاني احنا ماسكين مولعين الايه العين بتاعتنا. بس كده. تاني احنا ماسكين حاطين الايه الصاجه بتاعتنا. احنا كده حامينا الايه البوتاجاز. طبعا هو اكيد هيتوسخ برده بس مش هيتمرمط المرمطه المعروفه ان احنا لما بنيجي نشوي السمك. تسخن بس الطاسه يعني تبقى سخنه كده وهقول لك نعمله ايه. واحد. احنا ماسكين ايه مرضراجينه بالرده بتاعت القسطه. احلى حاجه بقى في شوي تديلي سود كده اهو من تحت كده. بصي ماسكه قلب كده. طبعا هي ما استوتش من هنا. احنا لسه هنعيده عليه تاني. تبقى ايدك على طول فيه. وطبعا ما ننسوش الايه البصله طول ما احنا واقفين ايدنا في التقليب فيه. بصي يا حبايبي لما جيت قلبت دي طلعت كانت من هنا حته وهي بيضه. فبصي تعملي ايه دي مستويه من هنا اهو من هنا نيه. بصي هتجيبي النار عليها من هنا كده. ليه؟ عشان بصي رفعناها على واحده. ليه؟ عشان ما تتحرقش كلها وفي نفس الوقت الحته اللي هي نيه بس هي اللي تيجي في قلب النار. خلص سمكي كله واوريهولك بعد كده. بصوا يا حبايبي اول ما وصلت بصوا للطريقه اللي بصوا كده. احنا ماسكين نازلين على على حله الميه دي تغلي بس كده. طبعا الميه دي هنعملوها للشرب وهنعملوها للرز. طبعا والسمك برده قدام منكم معمول على النار. بصوا يا حبايبي بعد ما شوينا السمك خالص بصوا لما تشوفوا بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يعني مجرد عن تنظيف بسيط قوي عليها مش اكتر يعني من كده. احنا ماسكين بقى حاطين الرز كده على النار. طبعا هي الانبوبه على اواخرها اساسا. بصوا نلموا بقى البصل كله نحطه في قلب على الرز. نحط البصله كلها بصي والشوربه هنا اهو. وتاني احنا ماسكين عاملين حاطين الملح والفلفل بس كده. هسوي الرز وهقول لك نعمله في الاخر. بصوا يا حبايبي اول الشوربه ما غلت كده ان احنا ماسكين نازلين. اوعوا تحطوا القراميط وهي الشوربه بارده ما ينفعش. ماسكين نازلين بيه. ما تقلبيش كل شويه عشان ما تتهريش. هي بس مجرد بس عن 5 دقايق بعد الغليان وبعد كده تبقى خلاص استوت.